معكم نهلة عبد الباقي، وفي الفيديو ده هتكلم معاكم عن خبرتي المهنيه كاخصائيه نفسيه. انا بشتغل اخصائي نفسي كلينيكي من 2013 لحد دلوقتي، وكل خبرتي في المجال العيادي. حصلت على درجه الليسانس في علم النفس، وكمان حصلت على دبلوم الدراسات العليا في علم النفس الكلينيكي من جامعه حلوان. اتدربت على العلاج المعرفي السلوكي وعلى العلاج الجدلي السلوكي من الجمعيه المصريه للمعالجين النفسيين ومركز البحوث والدراسات النفسيه في جامعه القاهره ورابطه الاخصائيين النفسيين المصريه. ده بالاضافه للتعامل مع حالات الاطفال والمراهقين والبالغين في اضطرابات الاكتئاب والقلق واضطراب كرب من بعد الصدمه والوسواس القهري والرهاب الاجتماعي والمشكلات النفسيه والسلوكيه للاطفال وفرط الحركه وتشتت الانتباه. في جلساتنا بنستخدم منهج باستخدام تقنيات العلاج المعرفي والعلاج السلوكي والعلاج الجدلي عشان نقدر نقيم المشكلات النفسيه والمعرفيه والسلوكيه للمرضى، وفي وضع الخطه العلاجيه بتحتوي على اهداف قصيره وطويله المدى، علشان ده بيساعدنا ان احنا نقدر نحط خطه علاجيه بشكل محترم تساعدكم ان هي تخليكم تتخلصوا من مشاكلكم النفسيه والمعرفيه والسلوكيه. فاذا كنت بتعاني من اي مشكله نفسيه او معرفيه او سلوكيه، انا هنا موجوده عشان اساعدك. دلوقتي تقدر ان انت تحجز استشارتك النفسيه، ويلا بينا نبدا الرحله.